صباح الخير. اسمع الآيتين دول كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، كلنا عارفينها. ويرزقه من حيث لا يحتسب، كلنا عارفينها. أول مرة أخد بالي من حاجة، إن ربنا استخدم لفظتين سبحانه وتعالى هما يدلوا على بعض. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، لما حد بيكون under pressure أو مزنوق في حاجة ويقول لك أنا عايز مخرج، أنا عندي مشكلة ومش لاقي مخرج، المخرج ده بيكون عادة expected ولا unexpected؟ unexpected، صح؟ انت بتدور على حل وانت مش لاقيه. بص الآية اللي بعدها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، اللي انت بتدور عليه ومش عارفه، ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهو سبحان الله لفظة مخرج جت مناسبة جدا من حيث لا يحتسب، لأن المخرج عادة بيكون unexpected. فاهمين المعنى اللي عايز أقوله؟ يعني إن عادة لما أنت تكون under pressure وبتحاول تتقي ربنا على قد ما تقدر، وبتدور على مخرج من مصيبة أنت فيها أو ابتلاء أنت فيه أو امتحان أنت فيه، ربنا بيقولك المخرج اللي أنت بتدور عليه، اللي أنت you're unexpecting and you can't find, don't worry، ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنجل جميلة جدا للآية دي. يعني مش بس إن الواحد يكون عارف إن ربنا بيقف معانا، لكن فكرة ال unanticipated solutions ده ربنا بيطمنك إن هي كده. أنت لما بتتقي ربنا عادة بتكون مزنوق، والرزق بيجي يخرجك من الزنقة اللي أنت فيها دي. شكرا جزيلا.